ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده. انا جوري. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة فراخ. معايا صدر فرخة ومعايا بصلاية متوسطة ومعايا ربع جزراية ونص معلقة توم وقرن فلفل اخضر. هضرب المكونات دي كلها مع بعض في الكبة وهضيف لهم البهارات بتاعتي، وفي حاجة كمان هضيف لها معلقتين نشا، وطبعا هسيب لكم البديل بتاع النشا في صندوق الوصف. تمام، احنا كده مكوناتنا جاهزة. هحطها وافرمها، ودي التوابل بتاعتي. مستخدمة نص معلقة بهارات ايطالي، نص معلقة بابريكا مدخنة، ممكن بابريكا عادية، نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة بهارات شيش تقدروا تستغنوا عنها لو مش حابين. ومعايا كمان قرن فلفل حراق اختياري. هنزل بيهم كلهم كده على المكونات بتاعتي وافرمهم كلهم مع بعض. طبعا فرمت الخضار لوحده وضفت عليه بعدين صدر الفرخ، وده شكله بعد ما ضفتله النشا. بعد ما ضفتله النشا هحطه في التلاجة يستريح ويتشمع من ساعة لساعتين، وبعدين هبتدي اصبحه. دي الصينية بتاعتي اللي هسوي فيها الكفتة. هدهنها بمعلقة زيت، وهنا عندي حبة زيت هدهن بيها ايديا واصبع بيها الكفتة. تمام، وده بقى شكل الكفتة بتاعتي بعد ما تصبعت. انا هسويها في الفرن على درجة حرارة 180، وتكون الفرن سخنة. هتقعد معانا ساعة الا ربع تقريبا، من ساعة الا ربع الى ساعة، وتكون مستوية ان شاء الله. هنا بقى هعمل مكرونة بالصلصة. عندي بصلاية متوسطة، بصلاية صغيرة مش متوسطة، دايما بحب استخدم بصل صغير مع المكرونة. هقلبها لحد ما تاخد لون خفيف بالشكل ده، وهضيف له قرن فلفل اخضر حلو، وهقلبهم مع بعض. لو حابين تضيفوا فلفل حراق ماشي، مفيش مشكلة. هقلب المكونات بتاعتي كويس مع بعض، وهضيف ليها الصلصة، وهضيف لها ملح وفلفل اسود وبس، مش اكتر من كده. وطبعا الصلصة بتاعتي دي كتيرة على نص كيس مكرونة، فانا هاخد منها شوية. انا عاملة نص كيس حوالي 200 جرام مكرونة. قلبتها كده وزودت الصلصة شوية مية عشان كانت تقيلة خالص، وحطيت الملح والفلفل الاسود بتاعي وقلبتها. محطيتش بهارات اكتر من كده. هديها تقليبة حلوة مع بعض. وده هنا عندي بتنجان هفتحه بالسكينة وهدخله الفرن يتشوي، عشان هعمل بابا غنوج، وضروري تفتحوه عشان خاطر ما يفرقعش منك في الفرن ويدعكلك الفرن بتاعتك. هنا بقى عندي البتنجان هقشره واحطه في الكبة، وعندي هنا طحينة ونص ليمونة وحتة توم صغيرة جدا. تمام، احط له كزبرة وكمون وممكن شطة لو حابين، وحبة زيت. بالعادة انا بهرس البابا غنوج بالشوكة وبيبقى قطع، بس انا من باب التغيير حبيت افرمه في الكبة اللي هو يبقى ناعم بيوريه يعني. تغيير مش اكتر، لكن ماشي جدا لو عملتوه بالكبة وبايديكم. هعمله لكم على مرة كده ان شاء الله، وهوريكم الاضافات اللي بضيفها له كمان البابا غنوج غير كده. هنا بقى بسلق المكرونة في مية مالحة جدا وعليها معلقة زيت. ده شكل البابا غنوج بعد ما جاهز، وده الطبق اللي مجهزاه للكفتة. وهنا عندي حبة جرجير مع حبة مخلل. ودي المكرونة بعد ما استوت كان طعمها بجد تحفة قوي وحلوة وجميلة جدا. هغرفها دلوقتي في الاطباق. دي المكرونة لما غرفتها، وده البابا غنوج. وهنا السلطة المقبلات بتاعتي جاهزة، مفضلش غير الكفتة. طلعتها كان طعمها وريحتها حلوة قوي. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وقبل ما اقفل حابة اوريكم شكلها من جوه. الصباع ده بس اللي اتلسع، لكن الباقي كان الحمد لله سليم. وبكده وصلت لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.